السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بالف خير. رمضان مبارك كريم. اليوم حنا عندنا النهار الثالث في رمضان. هذا الفيديو هذا كنت نشاركه معكم في الاول ديال رمضان لانه مهم وتيخص بزاف الناس اللي ساكنين في اوروبا يعني اللي ما ساكنش في اوروبا تيخصهم. هذا الموضوع هذا زوين بزاف اليوم نشاركه معكم. ما عرفتش فطوركم النهار الاول وجاكم رمضان صعيب ولا لا. انا جاني شويه صعيب لانني كما تعرفوا انا خدامه، يعني تنفيق بكري، عندي المكانه ديما تصوني لي بكري. واخا بحال هكاك الحمد لله يعني عندنا شويه الجو عندنا بارد، يعني ما كاينش ديك الحراره كما كانت تيجي في الصيف، كانت تيجي شويه صعيب. الحمد لله بدينا نولفوا عليه. اليوم نهار الثالث وغنشاركوا معكم، غنوريكم اش غنشارك معكم. حاجه غزاله بزاف البنات وصلتني من امازون كما تتشوفوا، ودابا غنحلها معكم ونتمنى الفيديو يعجبكم. الا كنتي اول مره غتشاهد هذا الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك لدعم القناه، وتنقول لكم شكرا كاع الناس اللي انضموا لينا وكاع الناس اللي تتفاعلوا معنا. تنشكركم بزاف، تنشكروا كاع الناس اللي قدام وجداد وكل شيء، تنشكركم بوسه كبيره. نخليكم مع الفيديو. الوغ البنات، انا مشيت المكتبات بزاف هنا في ايطاليا، وكنت نقلب على شي كتب اللي يكونوا فيهم تدعوا الاسلام ديالنا باللغه الايطاليه. كما تعرفوا حنا هنا وليداتنا يعني ما كايناش مدارس بالعربيه، ما كاينش التعليم باللغه العربيه. بالنسبه للبلاصه ساكنه فيها انا ما كاينش هذا الشيء. كاين عندنا في الجامع، يعني كاين الناس اللي تمشيو يتعلموا القران، ولكن انا بعيد عليا، بلاصه ساكنه فيها انا ما فيهاش مساجد. لهذا فكرت ناخذ شي حاجه من المكتبه بالاخص غير باش الدراري يتعلموا شويه، غير نشرحوا لهم باللغه الايطاليه، لان بزاف الناس عايشين هنا في اوروبا ولادهم ما تيعرفوش العربيه مزيان وما تيعرفوش باش نوصلوا لهم الاسلام ديالنا باللغه الايطاليه. لهذا مشيت قريت المكاتب، مشيت المكتبه، سولت على شي كتب باللغه تيهضروا على الاسلام، تيهضروا على رمضان، تيهضروا، ما لقيت حتى حاجه باللغه الايطاليه. لهذا مشيت الانترنت وقلبت امازون ولقيتهم، واليوم نحلوا معكم. وصلوني الكتوبه هادو ديال الدراري الصغار، هادو ريتيبوتا ديال الروسي ديال هاد الكتب اللي خديت. بنات كاين انواع 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 ديال هاد هما قصص. هما قصص ولكن تيشرحوا الاسلام ديالنا اسبير باللغه الايطاليه. كاين كاع اللغات كاملين، انا خديتهم بالايطاليه باش الدراري، لان ولادي انا ما تيفهموش اللغه العربيه، واخا غنشرح لهم مزيان ما غيفهمونيش. لهذا فضلت هادو باللغه الايطاليه. كما هذا سميتو السلام عليكم ياسمين. هي قصه كما تتشوفوا، هي قصه تتشرح فيها كلشي. انا باقا ما قريتوش، انا حليتهم معاكم نتومايا. تيهضركم على الاسلام وفيهم تمارين اللي تقرايو فيهم الاسئله باش تجاوبي عليهم. يعني دابا ضروري هادشي كلشي بالايطاليه، يعني غنقراهم معاهم انايا وغنحاول بالاخص بنتي هذه، لان ولدي باقي صغير عنده 3 سنين ونص، ولكن سميتو شتم هما مايلين للقراءه، لان عدوستي انا يا حماتي تتقرا بزاف، تاخذ لهم القصص بزاف. وفكرت باش ناخذ لهم انا قصص باللغه الايطاليه، بيكونوا باللغه الايطاليه ولكن تيهضروا على الاسلام ديالنا باش يميلوا لي شويه. الحاجه اللي عجبتني بزاف هي ديال رمضان. شوفوا البنات تيهضروا على رمضان، سكريتو ديمي دي بيو سو رمضان، يعني حتى هاد القصه هذه تدوي على رمضان، تشرحوا لك فيها كلشي ديال مائده الافطار، فيها يعني داكشي زوين البنات، كيفاش تشرحي لولادك كلشي باش مزيانه باللغه الايطاليه. يعني هاد القصص هادو زوينين. تبياتي اما العائله مجموعه كامله في طابله في مائده الافطار، يعني داك الشيء غزال الناس عجبني. وكاين قصص كما قلت لكم الانواع اللي بغيتو في امازون. هذا الشيء وثمن رخيص البنات، ما غاليينش. هذا خديته ب 6 اورو وقيله، ما عرفت 5 اورو. كومونكو هادو ثلاثه خلصوا 25 اورو. Lo fai vedere tu? Fai vedere tutto. Adesso lo fa vedere Emma. Aspetta, questo qua هذا البنات هذا تيهضر على البروفيت، يعني على محمد رسول الله. تشرحوا ديال الدراري الصغار ديال البامبيني، تشرحوا لك كلهم، تشرحوا لك في هذا الكتاب هذا شكون هو محمد رسول الله، يعني على البروفيت ديالنا، على رسول سيدنا محمد. المهم بنتي بغات تدوي هي، هاك دويتي. Parla tu. Guardate,
chi è quel libro? di رمضان. كوزي ماما تيسبيغا في الليل هما تيبغيو في الليل تكونوا بحال هكا تيبغيو ما ينعسوا، نشرح ليهم شويه ومنها نتعلم حتى انايا الاسلام باللغه الايطاليه لان يعطيكم بنتي اللي عندكم في الدار قراو. البنات انا هادو يعني وصلوني غير اليوم، لهذا انا كنت غنشاركهم معكم في الاول ديال رمضان ولكن ما كتبش، لهذا انا شاركتهم معكم اليوم وان شاء الله باش نقراوهم نشرح ليهم شنو هو. وفرحانه بزاف بانهم باللغه الايطاليه، هذا هو الحاجه اللي عجبتني. يعني راه الا بغيتوا توصلوا شي حاجه للاطفال ديالكم راه كاينه حتى باللغه الايطاليه، الناس اللي عايشين في فرنسا كاين حتى بالفرنسيه. برافا ايما، برافا. كومونك البنات حوايج غزالين وطوب وطوب، وان شاء الله باش نقراهم غنرد عليكم ونقول لكم. انا اول مره يعني غنشوف كتب ديال الاطفال باللغه الايطاليه تهضروا على الاسلام وتهضروا على رمضان وعلى سيدنا محمد رسول الله. لهذا تنقول لكم بان هذا الفيديو حبيت نشاركه معكم ونبارطاجي معكم لانه بالنسبه لي مهم. بالنسبه بزاف من الامهات يقدروا يكونوا ما عارفينهاش. انا راه من العام اللي فات كنت نقلب على هذا الشيء ومشيت للمكتبه وسولت مشيت للمكتبه الاولى المكتبه الثانيه وما عندهمش هذا الشيء، ما عندهمش يعني في المكتبه ما عندهمش. قالت لي خاصك تمشي للانترنت وتقلبي في الانترنت. والفيديو ديالنا نساليو هنايا. تنقول لكم رمضان مبارك كريم. قولي لي رمضان مبارك كريم. رمضان مبارك كريم. come tuo fratello Karim. Ramadan Mubarak Karim. Mandami un bacio. Adesso devo vedere i cartoni. السلام عليكم ونشوفوا ان شاء الله في فيديو جديد. البنات هذوما الكتب صورتهم بحال هكا باش يبانوا مزيان، لان في الفيديو الاولاني اللي درت ما باينينش مزيان. هذا تيهضر على محمد رسول الله ديال البروفيت، مكتوب كلشي بالايطاليه كما تتشوفوا. انا باقا ما قريتوش ولكن ان شاء الله غنقرا مع بنتي باش يعني باش داكشي اللي بغي نوصل ليها يوصل ليها، لان بالعربيه هي ما تفهمش العربيه كامله، يعني بعض الكلمات تعرفهم وبعض الكلمات لا. لهذا غنشرحوا ليها باللغه الايطاليه. هذا بروفيتا يوسف يعني تيهضر، هذا بقى ما عرفتوش شنو في انا مكتوب على بروفيتي، يعني تيهضر على كاع البروفيتي وقيله. هذا راه قلت لكم خاص بالبامبيني، خاص بالاطفال. وكاين هذا زوين البنات لانه قصه مكتوبه فيها السلام عليكم ياسمين، ولكن فيها تمارين كما تتشوفوا. انا بنتي غتدخل لهذا العام المدرسه، يعني تيهضروا فيها قصه وفيها تمارين من بعد، يعني غزال. وتهضر تاع الاسلام، تهضر على الصلاه، تهضر على العادات ديالنا حنايا. ما عرفش انا باقا ما قريتوش ولكن قريت غير في البدايه. شفتوا فيهم هاد التمارين هادو. غنعاونها بطبيعه الحال، غنعاون بنتي، نعاونها يعني ما تكونش راسها، لان راسها ما تعرفش دير، هي باقا ما تقراش في المدرسه. وكاين البنات هذا ديال رمضان، هذا تا هو ديال رمضان، تا هو زوين لانه فيه المسجد، فيه مائده الافطار، فيه يعني تتكلم على اجواء ديال رمضان، على القران الكريم كما تتشوفوا. يعني اش نقول لكم، وكل شيء الحاجه مزيانه فيه تيهضر بالايطاليه. المسجد، الناس تمشي الصلاه، مائده الافطار، غزال. والاثمنه البنات راه مناسبه كما قلت لكم في الفيديو وتنشكركم.